القصص اللي كنحكيهم لك تقدر تسمعهم غير بودنيك، ما تديهاش كاع في الفيديو، ركز لي مع الكلام هو اللي مهم. القصة ديالنا اليوم غادي نتعلموا بها بزاف ديال الحوايج، غادي ناخذ منها عبرة للناس اللي باغيه تعتبر. اليوم غادي نحكي لكم على واحد الدار كانت معروفة بأنها دار الشوافة. كاين بزاف ديال الأحياء وكاين بزاف ديال الناس اللي كيكون في الحي ديالهم واحد المرأة شوافة، الله يعفو. المهم هذيك الشوافة كانت حياتها عادية، كانت مع واخا ديك المهنة ديالها الله يعفو، ولكن كانت مع الجيران يعني داخلة سوق راسها وما تأذيهم ما حتى حاجة، يعني تخدم هذيك الخدمة وصافي. هذيك هي النقطة السوداء اللي عندها في حياتها. كانت كيفها كي جميع الناس اللي ساكنة حداهم إلا في ديك الخدمة. سنين وهي عايشة معاهم وجات سكنت مع واحد السيدة، قالك اسيدي راه حملات خارج إطار الشرعية وتخبات عندها وولدات عندها وبقات معاها معاونة معاها حتى يفرج عليها الله يعفو عليها ويعفو على بنية الناس. هذاك النهار الجيران كلهم سمعوا واحد البيبي كيبكي، يبكي النهار وما طال وهو يبكي. مشاو وغابوا ورجعوا إلى هو ولد يسكت، مولف يبكي مولف يبكي، ولكن مو تسكتو تعطيه الرضاعة تعطيه تيتين يسكت يرد كما قاع لي بيبي يعطيو داك الشي ويسكت. هو لا النهار ما طالو هو لسانو على فمو وهو يبكي ما سكتش ما سكتش. الساعة اللي ما سكتش وبقاو الجيران يلاحظوا وبقاو الناس يهضروا مع بعضياتهم هذا واش كاع ما سكتش، هذا واش مو ما سكتاتوش، هذا فمو فين مشات، واش شفتوا الشوافة واش بانت واش ما بانتش. لقاوها ما بانتش داك النهار. هما يدقوا عليها دقوا عليها ما جاوبهم حد، والبيبي خارج عقلو خارج قلبو من البكا. ايوا ديك الساعة قالوا بيناتهم قالوا راه كاينه شي حاجة ماشي هي. اش غادي نديرو؟ غادي نعيطوا للجندارم، لحقاش ممنوع عليك تمشي تفرع الباب تاع دار شي واحد، راه تطلع وتنزل فيها. عيطوا للجندارم والجندارم جاو فعلا ولقاو الناس مجوقين، الجيران مجوقين على برا والبيبي خارج قلبو لداخل. داروا الاجراءات ديالهم وفرعوا الباب. ملي فرعوا الباب لقاوه مسدود من الداخل، يعني الباب كان مسدود كما قاع الديور من الجمه اللي ينعسوا راه كيسدوا الباب. ودخلوا من دخلوا الدار لقاو داك الوليد باقي يبكي ولقاوه يعني خارج قلبه ملوي في واحد ليزار ويبكي. وهنا كانت الكارثه، لقاو امو مجبده حداه مضروبه في البطن ديالها دمها سايح، عرفوها بلي مسكينه ماتت. داكشي علاش هاد الدري ما كلا ما شرب، علاش راه يبكي. زادوا دخلوا يقلبوا، وملي وصلوا للمراه تاع الدار لقاو الشوافه جالسه وحتى هي مقتوله، ناحرينها من العنق ديالها من القنت للقنت. الجندر من شافوا داك المنظر قالوا هذا اللي جاي يقتل جا عوال عليهم جاي يقتل الشوافه، ويمكن زاد معاها حتى البنت اللي ساكنه معاها، خاطر سميتو لخاطر الجريمه راه كانت هما راه عندهم الخبره. ايوا بداو التحقيق على الشوافه وحياتها، بداو يسولوا الجيران، حكاو لهم قالوا لهم سنوات وهي عايشه في وسطنا، ومن بعد يعني بعيده على دارهم وساكنه هنايا باش تخدم في خاطرها و... وعندها والديها يعني عارفين عليها معلومات. الوالدين ملي مشاو حتى هما وخبروهم وبحثوهم قال لهم حنا البنت ديالنا تزوجت وما تفاهمتش مع راجلها طلقات، وديك الساعه بقات عايشه في ديك الجهه اللي كانت ساكنه فيها معاه، ما جاتش لعندنا ملي كانت مجوجه كانت تسكن في ديك الجهه، وانهم ما عندهمش عليها المعلومات. ايوا هي هذيك مشاو عاوتاني يسولوا الطليق ديالها لان سميتو لان لقاوها مقتوله، خصهم يسولوا كاع الناس اللي يعرفوها. الطليق ديالهم خبرها قال لهم انا كنت عايش معاها وكنت كنلقاها دير لي شي حوايج في الماكله وما عجبنيش داكشي علاش قطعت معها العلاقه وتقلقتها على يد المحكمه. وملي طلقتها وعطاتها بركتها ما سولتش فيها، هي مشات تكمل حياتها وانا مشيت نكمل حياتي. وعطاهم الدلائل على انه كان موجود بعيد. اذا العائله تاع الشوافه بعيد على هذا الشيء. مشاو يتقلبوا عاوتاني على ديك البنت اللي سميتو اللي الناس قال لهم ودي راه حبابها طردوها ملي حملت، وحتى حبابها اكدوا داك الشيء، قالوا لهم حنايا عايشين في هذا الدوار ناس مستورين وهي حملت طريقه غير شرعيه وسميتو حنا ما قبلناهاش
والسيد اللي حملات منه راه بغا يتزوجها، ولكن حنايا ما قبلناش به، حيتاش صافي فضحتنا وفضحت راسها وفضحت صافي، تمشي تبعدنا، ما صالحاش لينا، ما حافظتش على الشرف ديالها. داكشي نفسه هو اللي هو قالو حتى هو، قال لهم اودي انا فريمون انا بغيت نتزوجها وكنت باغي نصلح الخطا ديالي وراني عارف داك البيبي مني، ولكن ما عرفتهاش فين مشات، وعائلتها رفضوا يعاونوني، ما بغاوش ما قبلوش. ايوا بقاو هكاك لي جوندارم ما عندهمش شي طريقه حتى يستناو حتى يفرج الله حتى تبان شي حاجه بوحدها، انما الروح عزيزه عند الله. بقاو هكذاك شي شهر ونص تقريبا اولا اكثر، وفي واحد النهار جالسين هكذا جاتهم واحد السيده كان في عمرها ديك 50 عام، 50 وشي حاجه، جات عندهم قالت لهم انا بغيت نبلغ، انا بغيت نبلغ. قالوا علاش بغيتي تبلغي؟ قالت لهم بغيت نبلغ على اللي قتل الشوافه. اهو هادي فين كانت، دخلوها جلسوها بداو يبحثوا معاها، قالت لهم راني عارفه شكون اللي قتلها، اللي قتل الشوافه اللي قتل السيده. قالوا لها شكون مادام راكي عارفه؟ فاجأتهم صدماتهم زعما صراحه. قالت لهم هنايا، قالت لهم راجل بنتي هو اللي قتلهم. قال لها راجل بنتك قتلهم؟ انت كي درتي عرفتي راجل بنتك قتلهم؟ قالت لهم بنتي اللي قالتها ليا، راه بنتي اللي قالتها ليا وخافت تجي وهديك. المهم مشاو جابوا بنتها بحثوها حتى هي، قالت لهم هاد الشيء انا قلته لامي، انا خفت يصفيها ليا، بغيت هضرت يقدر يصفيها لي، بغيت سكت يصفيها لي، وراني عايشه معاه في الخوف وما قديتش نبقى ساكته اكثر، راني قلتها لما وقالت لي جلسي هنا عندي في الدار ما تمشيش لعندو وسميتو، وانا غادي نبلغ به وانتي طلقي منه، راه ما صالحلكش، هذا اللي قتل الروح راه خطر. هادشي اللي قالوا هاد جوج نساء عطاهم هاد المعلومه، ناضوا هما يبحثوا على هاد الراجل. فين مشى هاد الراجل؟ ما لقاوش، سولوها قالت لهم ودي راه غبر، فايت سيمانه باللي غبر. مشاو سولوا عائلته، بقاو يدوروا عليه هنا يدوروا عليه ليه، ما كان والو. كيما لقاوش الشكوك بدات تاكد عليه، لان ما الفرار راه كيأكد الشكوك نتاع الاخر. واخا تجي وتقول لهم لا ما طراتش ديك الحاجه وهي ثابته ضدك، راه عندك واحد شويه ديال سميتو، عندك واحد شويه واحد الفرصه انك يعني ما كتقول الصح، تقدر تبان براءتك، ولكن تهرب راه بحال كتقول لهم انا درتها. ايوا بقاو يقلبوا ما لقاوهش، داروا عليه البحث بقاو هكذاك حتى جا شي واحد خبرهم، قال لهم اودي السيد اللي راكم تدوروا عليه فلان الفلاني راه مخبي عند صاحبه، هافين طاهم الخبر ومشاو فعلا مشاو ولقاوه جابوا السيد سولوه، قال له عرفت علاش جبناك؟ ما عطلهمش، قال لهم عرفتكم، جبتوني على وديت الشوافه؟ قالوا له قلنا اشطرا، قالوا نحكي لكم. ايوا بدا يحكي لهم، حكى لهم، قال لهم انا هادشي صدمني ويمكن يصدمكم حتى نتوما ويمكن ما يصدمكمش، ولكن غادي نحكي لكم. قال لهم انا كنت عايش عادي مع مراتي ومع ولدي، وخا مبلي ومره كنشرب، كان عادي، كنت موفر لمرتي الحياة ديالها، ما كنتش كنتكرفس عليها، عايش معاهم عادي. قال لهم حتى لواحد النهار جيت هكذا نتكا وانا نلقى شي تخربيق تحت الفراش. قال لهم من اللي سولت المراه وزيرت عليها قالت لي اودي راني كنمشي عند الشوافه. ايوا قال لهم عرفت بلي راه كتسحر ليا. قال لهم من داك النهار وانا موسوس، ماكلتي معي ماكله، فراشي ما هو فراش، ندخل لديك الدار قلبي يقنط، نقول غير المصيبه اش راهم دايرين لي. قال لهم توسوست هي من جهه امها من جهه، بقيت تايقه في وحده فيهم. قال لهم درت راسي نسيت وبقيت حاضي معاهم يحسي مسي. قال لهم حتى لواحد النهار وهي تعاود، واخا حلفات ما تعاود عاودات. قال لهم وانا قلت صافي المصيبه نضربها، نمشي عليها للحبس، ما نضربهاش المصيبه
بغات تسحر وبغات دير داكشي، شي نهار تصفيها لي. ايوا هي هذيك. قال لهم انا قلت نمشي نحل المشكله من الجدر. شكون هو الجدر؟ هو الشوافه. قال لهم شربت مع صحابي وقصرت معاهم وشربت وقلت لواحد وصلني على الموتور وانا نمشي لها. قال لهم الحيط عندها قصير، تشبطت وطلعت. قال لهم انا ما كنتش ناوي نقتلها، انا كنت باغي غير نخوفها. قال لهم وهي دير بغيت تفيق بيا هذيك البنت اللي معاها. قال لهم كي فاقت وجات غادي تغوت باش تسكت، قال لهم ضربتها بالجنوي. قال لهم ضربتها الكرش. قال لهم انا ما كنتش ناوي نقتلها. قال لهم حتى الاخرى ما كنتش ناوي نقتلها، كنت ناوي نخوفها. قال لهم هي هذيك فاقت الشوافه، حتى هي فاقت. انا جيت خارج من ديك البيت وهي فاقت شافتني. قال لهم وانا نتحي عليها حتى هي. ايوا هي هذيك. قالوا له شكون اللي جابك بالموتور؟ قال لهم ما ودي ما عندوش الخبر، ما قلتلوش انا اش غادي ندير، انا قلت له راني غادي نوصل هنا ونرجع. قالوا له تقول لنا شكون اللي جابك. قال لهم ها شكون، ها فلان ها فلان. ايوا داز هو وياه في المحاكمه. ها الصحبه فين توصل، ها الرجوله اللي تنوض توصل شي واحد. ها انت وصلته بالموتور، وهو وصلك حتى هو وصلك للجندارم، وصلك للمحاكمة، وصلك للحبس. حكموا عليه مول الموتور اللي وصل صاحبه، وحكموا عليه ب10 سنين. والقاتل هذاك خلاص، هذاك عطاوه المؤبد. ايوا شفتو النساء اللي عقلهم في سميتو في السحور، فين يوصلوا رواحهم، فين يوصلوا رجالهم. هي وصلته للمؤبد. قالك بغات دير له القبول وبغاتو ما يخرجش من الدار، وبغات ربي يعفو عليه من البليه، وهي غاديه البليه الله يعفو حتى هي. ما تبقاوش اخوتي تثقوا في عباد الله، وما تبقاوش علي كاعكم الدين لشي بلاصه تديو، راه يقدر الانسان يجرك. واختاروا الصحاب ورفقة السوء لانما هما مجتمعين على الشراب. كيف يبغاو تكمل بهم في الجامعه، تكمل بهم في الحبس. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وشكرا للناس الأوفياء اللي راهم يرجعوا يتصنتوا ليا ويعاودوا يتصنتوا ليا. شكرا لكم، شكرا على مشاركاتكم، وشكرا على اشتراكاتكم، وشكرا على تعليقاتكم. دمتم في أمان الله ورعايته، وسلام.